المجرم ده هو أسوأ شخص استغل السلطة، لأنه بسبب سلطته يرتكب جريمة من أبشع جرائم العنف ضد المرأة في إنجلترا ويقلب الدنيا كلها. طب هو إيه اللي حصل؟ مين المجرم ده؟ وإزاي يقدر يوصل للمنصب ده عشان يستغل سلطته بالشكل الفظيع ده؟ أهلا بيك في قصة جديدة في عالم الإجرام. الجريمة بدأت تخطيط ليها لما المجرم يقدر يحجز عربية في ولاية دوفر في 28 فبراير 2021، وفي 3 مارس بعد ما خلص شغله واللي فضل مستمر من الساعة 7 الصبح لحد الساعة 7 بالليل، يعني على مدار 12 ساعة، يروح يستلم العربية اللي مأجرها ويرجع لندن الساعة 9:23 دقيقة بالظبط. المجرم بما انه كان شغال ضابط في دوريات فيروس كوفيد كان معاه بطاقة توقيف يقدر انه يعتقل بيها أي حد، وده بسبب مخالفته تعليمات الحماية ضد فيروس كوفيد. في نفس الوقت تكون سارة راجعة من عند صاحبتها وهي ماشية على رجليها حوالي الساعة 9. ولكن تعال اقول لك مين سارة. سارة اتولدت في سنة 1987، واحدة عندها 33 سنة وشغالة مدير التسويق في ديجيتال ماركتنج ايجنسي. وفي الوقت ده سارة وهي راجعة من عند صاحبتها كانت بتكلم صاحبها عشان تحدد معاه مقابلة تاني يوم. المجرم يقدر يعتقل سارة الساعة 9:34 دقيقة بالظبط وباستخدام العربية اللي كان مأجرها وبتهمة مخالفة تعليمات كوفيد، ويتم الخطف في 5 دقايق. وفي نفس الوقت 2 متجوزين يكونوا معديين من جنبهم ويشوف ان الموضوع عادي، مجرد ضابط شرطة بيشوف شغله. ولما تيجي الساعة 11:34 دقيقة يكون المجرم وسارة وصلوا ولاية دوفر. هناك المجرم ينتقل هو وسارة لعربيته الشخصية، وبعدها يتصور الساعة 2:30 في محطة بنزين وهو بيشتري حاجات. وفي الوقت ده تكون سارة تم اغتصابها وقتلها. بعدها المجرم يروح مرتين 3 مكان ما رمى جثة سارة عشان يتأكد ان لسه محدش اكتشفها، ويمشي قبل الفجر خالص. بعد ما المجرم يخلص كل جريمته يرجع كل حاجة زي ما كانت ويرجع العربية اللي كان مأجرها. ويكون المجرم سرق الفون من سارة وكسر الشريحة اللي فيها ورمى الفون الساعة 9:03 ثاني يوم الصبح. ولكن غوصته البوليس يلاقيه يوم 16 مارس. المجرم بعد الجريمة قال لاصحابه انه لا قادر يشتغل ولا قادر انه يشيل سلاح حتى، وده لانه كان شغال وقتها ضابط في الحماية الدبلوماسية والبرلمانية في انجلترا. في الوقت ده لما صاحب سارة يلاقي سارة ولا جت ولا بترد على التليفون يقلق عليها جدا، وبالتالي يروح يعمل محضر عن اختفائها. تاني يوم على طول المجرم يعرف كل حاجة حصلت ويعرف ان الموضوع بقى عمال يزيد والبحث بقى عمال يزيد اكتر على سارة، والبوليس كمان بدأ انه يراقب كل الكاميرات اللي كانت سارة موجودة فيها، علشان في يوم 5 مارس المجرم يشتري بنزين ويحط هدومها وجثتها في ثلاجة في غابة هودزوود ويحرقها. وبعدها بيومين المجرم يشتري شنط ويرجع على مكان ما حرق الجثة ويعبي بواقي الجثة ويرميها في مجرى مائي قريب من الغابة وأرض ملك للمجرم نفسه. بعدها بيوم كمان المجرم يقول انه مريض وانه مش قادر يشتغل ويسلم كل ادوات شغله. ولكن يوم 9 مارس البوليس يقتحم البيت على المجرم ويشتبهوا فيه بتهمة خطف سارة، ولكن المجرم يقدر يهرب بسبب ابتكاره لسيناريو مقارب للواقع، لانهم لما يسألوه عن سارة يقول لهم انه ما يعرفش عنها اي حاجة، ولكن بعدها يقول ان في عصابة غصبت عليه انه يخطف سارة ويسلمها ل3 رجالة في موقف عربيات وكانت حالتها كويسة وسليمة وانه ما يعرفش اكتر من كده. الفكرة ان في الوقت ده كان في بنت مشتبه فيها انها بتساعد مجرمين، والبنت دي تكون في نفس المنطقة اللي ساكنة فيها سارة وفي نفس سن سارة كمان. وفي يوم 10 مارس البوليس يلاقي الجثة ويتم اعتقاد المجرم تاني ولكن بتهمة القتل، وبعدها بيومين يتعرفوا على الجثة من خلال سجلات الاسنان. وقتها يتم اتهام المجرم بخطف وقتل سارة، وتاني يوم يقف قدام محكمة جزئية ويتحط في الحبس الاحتياطي. يجي يوم 8 يونيو المجرم يقول انه خطفها واغتصبها، وبعدها بشهر كمان يعترف بجريمة القتل، وبعدها تحصل جلسة استماع لمدة يومين. قاعة المحكمة كانت مليانة بأهل واصحاب سارة، واهلها كانوا متضايقين ومحروقين عليها جدا، وحرقة الام والاب والاخت على انهم مش هيعرفوا يودعوا بنتهم تاني بسبب انه حرق الجثمان. 30 سبتمبر المجرم ياخد حكم بالسجن مدى الحياة مع امكانية الافراج المشروط. ولكن القصة متقفش هنا، لان في وقت ما يعتمد على المجرم يوصل اكتر من 8 بلاغات بتهم اغتصاب وتعرض غير لائقة لبنات مختلفة. وفي مارس 2022 يتحاكم المجرم بتهم تعرض غير لائقة حصلت منه في يناير وفبراير 2021. بعدها بشهر المجرم يعترف كمان ب3 حوادث حصلت منه في 2020 و2021. بعدها بشهر كمان المجرم يتحكم عليه ب19 شهر سجن بسبب كل جرائم التعرض الغير لائقة اللي عملها خلال فترة خدمته. ودلوقتي حان وقت السؤال، مين بقى المجرم ده؟ وين كوزنز اتولد في 20 ديسمبر 1972. وين بعد ما خلص الثانويه اشتغل ميكانيكي في جراج البيت بتاعهم، ولكن في سنه 1995 وين بدا مسيرته في جرائم الجنس وادمانه على المواد الاباحيه العنيفه والشاذه. على سبيل المثال وين حاول يخطف ست تحت تهديد السلاح في نفس السنه ولكن يفشل، وفي نفس اليوم الست تبلغ عنه ولكن ما يرتبطش عليه. بعدها وين يدخل الجيش الاحتياطي سنه 2002، وفي خلال 4 سنين من وقت دخوله الجيش وين يقدم 3 طلبات علشان يدخل سلك الشرطه ولكن كلهم يترفضوا، لحد ما يدخل
البوليس سنة 2006 كمتطوع، ودي تبقى نقطة الانفجار في تنفيذ كل جرايمه وزيادتها. في نفس السنة وين اعتدى على طفل جنسيا كان عنده حوالي 18 سنة. كمان تحصل حادثة مضايقة من وين لبنت خلال فعالية للعزاب مرتبطة بموقع مواعدة، واللي حصلت في بار في شرق لندن بين نوفمبر 2006 ويناير 2007. كمان وين صور جزء من جهازه التناسلي بوضعيات مختلفة بتليفون واحدة بنت، ولما جت تواجهه باللي هو عمله قال لها ده اقل حاجة وقام ضاحك. سايكوبات يعني. برضه كان في مناسبة اجتماعية واللي اتحرش ببنت في العربية اللي كانوا راجعين فيها عن طريق انه لمس هدومها الداخلية. مش فاهم ما قبضوش عليه ازاي ده، ولكن الحمد لله تمر سنة كمان ويترفض وين من الجيش الاحتياطي لعدم الالتزام بتعليمات التدريبات بتاعته. في اخر سنة 2010 يجرب وين يدخل شرطة الامن النووي، وقتها ما يركزوش في التدقيق الامني ويدخل فعلا. وين بدأ مسيرته في سلك الشرطة بانه كان شغال في شرطة الامن النووي من اول سنة 2011، على الرغم من ان جهة خارجية بعتت وصية بعدم توظيف وين كوزنز الا انه يتم تبعها. وفي سنة 2018 وين يشتغل في شرطة العاصمة لندن وتحصل جريمة اغتصاب يكون هو الفاعل تحت كوبري في لندن سنة 2019. وفي 4 ديسمبر 2020 وهو لسه في شرطة العاصمة وين بعت صور لجزء من جهازه التناسلي لبنت بتبيع هدوم على النت. وفي نفس السنة كتكريم ليه اشتغل في قيادة الحماية الدبلوماسية والبرلمانية. كمان يبقى فيه أكتر من دليل على ميول وين للمواد الإباحية العنيفة والشاذة، زي إنه كان بيعرض فيديوهات مثلا للحاجات دي على أصحابه بكل بجاحة لحد ما يرتكب جريمة سار. لما يدوروا في أجهزة وين يلاقوا فيلم فيه حالة اغتصاب، ضابط كبير قتل ست بعد ما استهزأت بضعف قدرته الجنسية، ولكن الفيديو يتمسح فجأة. كمان يلاقوا 19 صورة غير لائقة للأطفال على 3 أجهزة الوين، وكالعادة ينكر كل الكلام ده. وبيتقال ان البوليس فشل في انه يرصد اي مؤشرات بتحذر من وين، وانه كمان يترقى ويوصل لكل المناصب دي، ولكن كل الادله اللي لقوها ووضعه المادي المعدوم تثبت انه كان سهل قوي يتم فصله او سجنه. كمان وين ما كانش بيختار ضحاياه بطريقه معينه، ده كان بيختار بعشوائيه، ولكن طريقه القتل كانت بتبقى مخططه وجاهزه لاي ضحيه. ودلوقتي تعالى بقى اقول لك القضيه دي ازاي قلبت انجلترا كلها. القضية دي بعد الإعلان عنها ودخولها لعالم الإعلام كبرت جدا بسبب هاشتاج اتنشر على السوشيال ميديا اسمه She was walking home، وناس تانية كانت بتفسر الهاشتاج ده على إنه خداع، خطف، اغتصاب، قتل وحرق. ودي كانت كل الجرائم اللي عملها وين في جثة سارة، واللي كان السبب في عدم وداع أهلها ليها حتى. الفكرة بقى إن اللي صعد الأمور وشهرها قوي كده ما كانتش جريمة سارة بس، وإنما كان عدد البنات اللي اتكلمت عن حالات تحرش واغتصاب وتعرض غير لائقة زي اللي حصلت لسارة، وحكوا عن كل اللي حصل لهم على السوشيال ميديا وسيرة وين الإجرامية وكم الجرائم المهولة اللي عملها وهو لسه في أول سلك الشرطة. ودي كانت نقطة بداية فقد الشعب الثقة في البوليس. من الآخر القضية دي بهدلت بوليس إنجلترا كله. تعال اقول لك اللي حصل. يتم محاكمه البوليس بفشلهم في التحقيق بسبب حادثتين لنفس المجرم في فبراير، وجريمه تحرش جنسي في 2015، وعدم دقه التدقيق الامني لوين وهو بيدخل سلك الشرطه، لانه بسبب سوء التدقيق الامني وين يستغل كل امتيازاته كظابط شرطه وكل ادواته علشان ينفذ جريمه من ابشع جرائم العنف ضد المراه في تاريخ انجلترا كلها. وبعد القضيه دي البوليس يعمل اجراءات جديده بهدف انه يتجنب حدوث اي حادثه تانية زي اللي حصل. البوليس خلى اي ضابط قبل ما يتحرك اي تحرك ضد اي مواطن يظهر شرطه، وما يبقاش ضابط مدني واحد ويبقوا 2، ويتم فصل وين من البوليس في 16 يوليو بعد اعترافه بارتكاب الجريمه فعلا. وبكده انتهت القصه رقم 24 من عالم الاجرام. ما تنساش لايك لو الحلقه عجبتك، شير الحلقه مع غيرك، اشترك وفعل الجرس عشان توصلك كل قصه جديده في عالم الاجرام.